السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي بأنه شعر بالصدمة عقب الخسارة أمام سان داونز الجنوب الإفريقي، مؤكدا بأن الوداد كان يخطط للتتويج بلقب الدوري الإفريقي لكن قدر الله ما شاء فعل. وقال عادل رمزي بعد نهاية المباراة: حقيقة شعرت بالصدمة ونحن نخسر هذا النهائي بعد أن كنا نخطط للتتويج به. أهنئ سان داونز على التتويج كما أهنئ لاعبي الوداد الذين قدموا مباراة جيدة، لكن الجانب البدني خاننا مقارنة مع لاعبي سان داونز، ومقتنع بالأداء العام للاعبين. نحن في الطريق الصحيح وإن شاء الله سنعوض ذلك في الاستحقاقات القادمة. ولا شك أن العديد من الأسباب التي ساهمت في خسارة الوداد أمام سان داونز الجنوب الإفريقي بهدفين لا شيء وضياع لقب الدوري الإفريقي، والأكيد أن من ضمن هذه الأسباب هو عدم مناقشة المباراة بشكل جيد من المستويين التقني والتكتيكي. بالنسبة للجانب التكتيكي، فإن مغالاة الوداد في الدفاع قد قزمه ومنح الفرصة والمبادرة للخصم، بل وزاد ثقته بخصمه. أما على الجانب التقني فقد سقط اللاعبون في فخ كثرة التمريرات الخاطئة التي كادت أن تكلف الوداد أكثر من هدف، على غرار عطية الله وسرغات وبهرة، كما افتقد أيضا للحلول الهجومية التي تأتي من تقنيات ومهارات اللاعبين وتركيزهم. لذلك كان واضحا أن الوداد قد فاجأ متابعيه بالشوائب التقنية التي ضربت لاعبيه ولم يكن في مستوى مباراة الإياب.